المخلل المشكل وجماله. السفرة في رمضان ما تحلاش من غير طبق المخلل، وكلنا طبعا عارفين بنحبه قد ايه في رمضان، وبيبقى كمان طعمه وشكله في منتهى الجمال. انا بقى هخليكي ببرطمان وشوية خضار تعملي احلى برطمان مخلل، احلى كمان من اللي بنجيبه من بره بكتير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعالي بينا نشوف عملنا الجمال اللي قدامنا ده ازاي. هنجيب بقى شوية الخضار بتوعنا الحلوين دول، واحنا النهاردة هنشتغل في بصل وكمان قرنبيط وجزر وفلفل حامي وخيار. ممكن تزودي الخضار عن كده. تعالوا بينا الاول بقى نبدا بالبصل والقرنبيط عشان دول ليهم شغل معانا شويه في الاول. بالنسبه للبصل الصغير ده انا بجيبه كده بقشره زي ما هو، وببدا كده احطه في ميه مغليه واسيبه من 5 ل6 ساعات في الميه المغليه. بعد كده بطلعه من الميه المغليه بقشره واغسله كويس جدا واسيبه كده على جنب. بالنسبه للقرنبيط هنجيب القرنبيطه بتاعتنا، وبعدين هنفصصها كده هنخليها قطع صغيره خالص، وبعدين هنحطها في ميه مغليه 10 دقايق بس، ونطلعها من الميه المغليه على ميه بارده، وبعدين هنصفيها كويس جدا من الميه. خلاص كده خلصنا القرنبيط وكمان البصل. هنبدا بقى بالخيار، وطبعا الكميات حسب راحتكم خالص، وكمان تنوع الخضار برضو حسب راحتكم خالص. انا النهارده هشتغل زي ما قلت لكم في الخضار اللي احنا شفناه مع بعض. جبت كميه الخيار بتاعتي وقطعتها كده التقطيعه اللي انتوا شفتوها، قطعيه بالشكل اللي انت عايزاه والحجم كمان اللي انت عايزاه. بعد كده جبت القطاعه المشرشره الحلوه دي وقطعت بيها الجزر علشان تديني نفس الشكل كده اللي بنجيبه من بره. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه ان انتوا هتاكلوا احلى شويه مخلل ممكن تجربوهم، بجد طعمهم في منتهى الجمال. خلاص كده خلصت الخضار بتاعي كله وقطعته كله بالشكل ده. جبت طبق كبير شويه وهنزل بقى بكل الخضار في الطبق عشان نقلبه مع بعض كويس جدا. وعايزه اقول لك بقى معلومه كده عن البصل، ان انت بجد هتاكلي احلى والذ واطعم بصل ممكن تجربيه. البصل المخلل ده بيبقى طعمه في حته تانية خالص، خصوصا كده لما تبقى البصله صغنونه وشكلها حلو، طعمها كمان بيبقى في منتهى الجمال. انا بقى بسيب طبق المخلل كله وباكل بقى البصل الجميل ده، بيبقى طعمه حلو جدا. لما تجربيه بجد هتعرفي قد ايه هو طعمه بيبقى حلو. المهم ان احنا جبنا البرطمان بتاعنا. طبعا البرطمان انا غسلاه ومعقماه كويس جدا، غسلاه بميه سخنه ومصفياه كده كويس جدا. نزلت بكميه الخضار بتاعي وهتك كده على الخضار وانا بنزله جوه البرطمان. ضفت هنا معلقتين كبار من هريسه الشطه. وهريسه الشطه دي انا عملتها ازاي؟ انا جبت الفلفل الاحمر الحامي وحطيته كده في الكبه مع ربع كوبايه بس من الميه بدون اي اضافات، طلع عندي بقى احلى والذ هريسه شطه. المية بتاعتي انا غلياها ومبرداها كده كويس جدا. نزلت في الطبق الحلو ده ب6 كوبايات من المية. ضفت عليهم 6 معالق كبار من الملح، يعني على كل كوباية معلقة كبيرة هرمية من الملح. دوبت الملح كويس جدا كده في المية. بعد كده هنضيف بقى معلقة ونص كبار من السكر، وهي دي بقى اللي بتخلي المخلل معايا مقرمش لحد اخر واحدة في البرطمان. دوبت برضو السكر كده في المية، ونزلت بربع كوباية من الخل، وما تزودوش عن ربع كوباية من الخل علشان ما يهريش الخضار. جبت بقية هريسة الشطة اللي أنا كنت مجهزاها وحطيتها كده على المحلول الملحي، ورجعت قلبتهم مع بعض كويس جدا. مش قادرة بقى أقول لكم ريحتهم كانت حلوة قد إيه. هنملى بقى البرطمان بالمحلول الملحي بتاعنا، وزي ما قلت لكم كده هيتملي للآخر. ولو المية ما كفتش معاكم ممكن تعملوا تاني مية مغلية وتبردوها وتكملوا نفس الخطوات اللي احنا عملناها بالظبط. حطيت معلقتين من الزيت فوق وش البرطمان وغطيت البرطمان بتاعي، وهنسيبه بقى كده في مكان، وان شاء الله هنفتح عليه اول رمضان هيكون استوى وبقى طعمه حلو جدا. شايفين عملنا احلى والذ واطعم برطمان مخلل في البيت بشوية خضار. جربوه وكل سنة وانتم طيبين.